صدوقة. لي أروح كده أغني لنا. هلا من صباح أغني غني. عمرو في لايف عمرو. أغني لكم شنو؟ بس اختار أغنية كومنتات. اختاروا أغنية أي كومنتات. ها. قلت لهم اختاروا أغنية. I miss you. I miss you too. ياهو R06. عمرك كم سنة؟ الإسلام عليكم هنا يا واحد. وانا من الإملاء. خلاص خلاص. حي. انت من بنات الإملاء. الخرطوم. أي والله العظيم أنا من بنات الخرطوم. I love you. I love you يا آر. I love you too يا آر. I love you too يا R06. R06 المارق. يا هنا يا R06 ده في زول شاف شكله. أنا شفته. كضابة. أقسم بالله شفته. ورانا صورته في وراكم لايف صورته ولا لكن فتح سريع سريع. كاميرا؟ لا لا ورانا صورته. أنا حاسة فيديو ما صورته. لا لا قال أنا شفته كيف مرة كان عمل لي تسجيل شاشة. أها. شفت الصور في المعرض. آه. طويل كده وخدراني ما فيه يلي. ما عجباني. تمام تمام تمام. شفته والله. كويس. عنده صلعة زي الصادق. يا اخواني يحليل الصادق. يا الصادق والله خلاص اعتزل اعتزال تام. الصادق ده لكن صاط الميديا. احنا من الصديق صوت الدنيا جد حتى بعد ذاك اعتزل حرفيا. آه. خلي له زور ما دعمه. حرفيا والله. عمرو يا عمرو طويل كده اصفراني يا عمرو تمام تمام. قالوا مدرس يكونوا مري يا ابو عنجة. كاتني بريدو انا من حبه ما بنجى. قالوا الغابة طوله الناس بيه تتحجى. حراته نفس الكاكي من ورا خاتي الطونجة. والحربية قاري التضابط والغيادة في كتفه دبوره ينادوا بسعادة. تمام تمام عيني تمام. في طور أخي ما بيعرف والله والله بحتاج لك العمايل. بقى زي دي في غرفتي. في غطر بدل الغطا اللي بريد بفتح لكم بارات كل عيون. يوم دي. غطر لكن. غطر لكن. عمرو تمام ما في كلام. شنو في بعينكم انتوا الاثنين كرهتوني حياتي. هنا يعني انت كان فاضية لنا كم من كره زيادة لكن انت ما فاضية يعني والله لنا. ما بفضل لكم انتوا الاثنين شوف ما فاضيه لكم. اخسى عليك يا سيدي اخسى عليك. ما يخفى علي يا يا انت والولد ده. أركن شنو تمام. تمام. خلاص خلينا. الكومنتات تحت بيقول لي عمرو تعالى اسمع الحاصل شنو. بتغني بس لغطر. أنا مالي غدر شكله كان في حاجة حاصلة. عليك الله اختاني. اختك. كنا قلت لها يمكن الموضوع اللي قبله كنا بنتكلم عن انه حصل شفته R06 وقالت لي شافت R06. والله كويس. أخباركم شنو ده؟ إن شاء الله كويسين. تمام انت كويس. أنا تمام ابو والله. القاسم من السودان. القاسم اللوري ده اشتكي من عمرو يا ناس. سيدة. ممكن اخر شكوى. تشكي شنو؟ يلا فكينا شفت انت. عمرو مستعد يدافع عن كل البنات اللي انا. عمرو مستعد يدافع عن كل البنات اللي انت. ويطلعني انا غلطانة ضد اي زول. ضد اي زول. ضد اي بنت شفت اي بنت خلقها ربنا دي انا ضدها. يا سيدة أنا ما كده عنه ما عدي أنا وهي واحد. ما بتكلم معاه في مواضيع زي دي. مهم. كنا في لايف واحد صاحبنا اها. في بيت شليقة كده شافها قاعدة في اللايف فوق تتونس. الناس بتتونس يا زول وملخومة مع بعض. قامت ستيلا جات داخلة عايز اها. تطلع فوق. اها. مهم قام قطع حوته قام قطع الكلام. واحد اسمه حوته صاحبنا اها. قطع في ذا كلام البيت. اللايف. البيت قامت قالت له في لا ذا ستيلا اللايف. اصبر دقيقة خلينا نكمل كلام. قالت له يا ستيلا شنو كده ما أعرف خلينا نكمل كلامي. اها. تزيد نظرت من فوق زعلانة. وانا فهمت انه البنت دي يا اخي مسكينة ومش شافها وعقلها صغير. عرفت؟ عيني
البنت لا ده بيعرفها لا كلنا عقلنا بتعرفه. صغير وكلنا صغار. اسمعي، طلعت لي هي لا العقل صغير ما بتعرفه البت. لا بيعرفها نهائي. اها. سيد الله يبقى لها يا زول انت غلطانة، هو يجي عمرو يقول لي لا البنت دي بتهزر، البنت دي شافعة زي يا سيدي يا ما أخي في كده اسمعي اصلا. كلامي كده، تتكلم لنا عن الطلاق وما الطلاق، أنا عايز أتطلق. اي انا والله داير عرست اطلق عشان خلاص تطلق. كفاية. انا والله شايفه انتوا الاثنين دول ما تعرسوا، عشان انا ما ناقصه صداع بعدين لما تعرسوا في حياتكم. اسكتي ساي، احنا نحن نصدق هتكرهوني بيك انا، ونصدق بحلة. هتكرهوني انا. ساي. اسكتي ساي بس اسمحي بس. يا دكتور عيني. انا والله يا اخي منصتي دي المبادرات دي فيها بتاخد وقت، واصلا ما يعني انا ما ناس ما عارفين النزولة بتاعت مبادرات. فاذا انت بجد عندك الموضوع ده امشي لعمر وطن في اللايف بتاعه. تعرفي عمر وطن تركيب كله يا ابراهيم. ايه تعرفي عمر وطن؟ ارسلي ليلى الكويتية دي منو كمان؟ قولي تم ونحن معاك. والله يا اخواننا دي زول على حسب كلامها انه هي عندها حوجة لطالبة في جامعة رسوم. ما فاهم حاجة. اولا اول مرة اشوفك حبابك يا اخ، تفهم مع الزمن. امشي خد لك لفة في صفحتي وتعال. تاني واحد يجي اللايف بعد ياخد لفة في صفحتي. فيك الخير والله. تسلم يا اخ. تسلم. يعطيك العافية. راح اشرح لك والله يا اخي انا برفعك. الطلاق ابغض الحلال عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا حبابك. عليكم السلام. شبكتوا كعب ولا شنو؟ يا سيدة كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. اهلا وسهلا يا دكتور. سيد انا ماشي اطوق وجاياك. الشبكة كعب ولا شنو؟ شبكتك انت كعبة. شبكت. الله يديكم العافية إن شاء الله يا رب العالمين، وشكرا جدا جدا والله على الاستضافة. ولا زي ما حكيت لك في الكومنت تحت يعني الله يعزك إن شاء الله يا رب. فأنا والله العظيم طالب بجامعة الجزيرة، فعندي زميلتي برضو طالبة معاي بتدرس تمريض، أقسم بالله الذي لا غيره. أبوها كان استشهد في الحرب، فحاليا هي مطالبة بمبلغ مالي، يعني لو ما جابته ما حتمتحن، وفعلا حرموها. وأمها كانت معاها والله العظيم، توسلت ليهم وأنا توسلت ليهم، لكن لا حياة لمن تنادي، يعني ما في زول استجاب لي كلامه. فأنا والله جيت انت هنا لأنه سبحان الله والله والله يا سيدة، يعني بس متوسم فيك الخير في الناس اللي معاك هنا في الكومنتات. يا سلام تسلم. ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله عشمك في محله. ان شاء الله يا رب العالمين. حتى لو ما اتجمع المبلغ ان شاء الله اتجمع النص، والباقي ان شاء الله بنتمه في الكلية في الجروبات بتاعت الكلية. المهم بس دارين ناس يدون راس الخيط. قالوا بداية الغيث غترة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة، فالبت دي يتيمة، فيا حبذا يا حبذا لو لقى الزول اتكفل بيها. اوكي اذا عين عشان الموضوع ده يمشي بطريقة شوية منظمة. انت بعد ما تنزل من هنا ان شاء الله بترسل لي رقم حساب لك او رقم حساب البيت، ويا ريت الاوراق بتاعت الجامعة، عشان في ناس لما في عندنا ناس خيرين ممكن احنا نرسل لهم الكلام ده وممكن يتكفلوا بالمبلغ كامل هم، بس بيكونوا عايزين يعني حاجة، فاهمني؟ اي اثبات للموضوع ده طبعا. طيب يا سيدة اختي. ايوه كلامك صح للمصداقيه. يعني انا حاليا يعني صراحه كده لو نزلت من المبلغ لو نزلت من اللايف يعني
المبلغ حيكون علي صعب والانتظار برضه حيكون علي صعب، لكن انا حاليا في اللايف حرسل لك الاوراق بتاعت البت والبطاقه الجامعيه حقتها. فالمهم تاني انت لما تقريها براك بتغرري وبتشوفي الحاله يعني. المبلغ كم يا دكتور؟ 1275. 1275. خلاص تمام. فيا شباب صلوا على النبي ولو بالبسيط 10 2000 ألف، المهم السهل منكم. بس الله يبشركم بالجنة يا رب العالمين، وربنا يجبر بخاطركم زي ما انتم حاليا جبرتوا بخاطر البدي. إن شاء الله يا باشا. أبعت لي الأوراق والتفاصيل في الخاص. لا بس عليك الله ما تنزليني، انا برسلهم لك وانا معاك فوق ان شاء الله. ما يا باشا، ما خلاص إحنا طالما الناس اتكفلت بالموضوع ده، أنت لو طلعت ولا لو نزلت أنت رسل لي رقم الحساب ورسل لي الورق، عشان الحاجة دي برضو بقت عن طريقي أنا وعن طريق منصتي. بس أتأكد من صحة المعلومات، وهخلي الناس إن شاء الله تتواصل وتبعت، وببعت لك، ما عندك أي مشكلة. في النهاية وبعدين يلا حقنا انت اعملي متابعة، وانا حاليا الان برسل لك حاليا الورق، أنا حعمل برسل لك لك متابعة. البطاقة بتاعتها. أنا حعمل لك ايوه متابعة، ترسل البطاقة والإيصال بتاعها ابشر والمطالبة به ده، وإن ابشر. شاء الله إن شاء الله الحاجة بتتم إن شاء الله بإذن الله. يلا لكن بعد ما انت تقري الاوراق تفتح لهم الموضوع هنا والحوجه تتم هنا في اللايف قدامهم يعني عشان الزول يبرز ذمته قدام ربنا وقدام الناس، المبلغ يتم هنا ويتحول هنا. ما عندك مشكلة، بس أنا أتأكد من الحاجة دي. بس خلاص ثواني انا أبو القاسم، أنت ما عارف الحوجة، الظروف والحاجات زي دي. في النهاية زول المحتاج ده ما زول محتاج، دي نقطة. النقطة الثانية بس نحنا أنا حابة أتأكد من صحة المعلومة قبل كل شيء. مثلا نور. أوكي تمام. تمام. أوكي. توريهم هنا ونشتغل حسي حاليا ان شاء الله باذن الله ما تقصروا، والله متوسم فيهم الخير ان شاء الله حيتموا. ما في مشكلة. طيب يا إخواننا، إن أوردر إنه أنا أقدر أشوف الورق ده وأتأكد منه يا عمرو دقايق. التأكد بيضمن حق المحتاج طبعا، عشان أنا أتأكد من الحاجة. اي والله الاحتيال في الميديا، أهلا. الاحتيال في الميديا بقى كثير عشان كده. كيفك تمام؟ حبابك والله يا عمرو. عين معلش يا دكتور أكلفك أبعد الحاجات دي عن عمرو عشان أنا ما أضطر أقفل اللايف عشان أشوف الورق. خلاص ثواني بس. عمرو رد لي المتابعة يا عمرو عشان ارسل لك الورقة. دقيقة بس أنا هنزل هرد عليكم حاجة. طيب معلش جد بالغلط، ما في حاجة اسمها أهلا بالمستشار، هلا بالمطموخ حبابه، وعليكم السلام. ما عندي حق المحامي، ما في مشكلة، بيكون في محامي في اللايف ده بيحامي لك. ذاته كويس انك عارف انك ما حق المحامي. مفلس دار تطول لسانك في الحياة الدنيا دي ما بتبقى، اما تبقى عندك قروش مفتري وقل أدب، اما تبقى مفلس وتسكت. بنورك يا المستشار يا أخ، اخبارك شنو؟ ان شاء الله انت طيب، ان شاء الله انت زي الحال. مساء النور مساء النور مساء النور. فالمهم يا اخوانا، اخونا ده زي ما انتوا سمعتوا القصة، بالنسبة للناس اللي سمعت القصة، الناس اللي حابة تشارك والناس اللي حابة تساهم، بس نتأكد من صحة المعلومات ان شاء الله. نشوف حساب اسي الناس ترسل عليه ونرسل لدكتور ده بعد ما يبعت لنا رقم حساب
خلاص بس خلوه يشيك عليهم ويرجع لنا. دقيقة يا اخوانا، ثواني بس خلوني انا ارسل لي الورق اتأكد منها وارجع لكم. عدنا. ثواني. طيب اخواننا، طيب الناس اللي حابة تساهم، احنا يا دكتور هناخد رقم حساب تبعنا لحد ما الحوجة تتم وهنحولها لك كاملة لحد عندك. تمام؟ ابشر ما في عوجة. انت تأكدتي خلاص؟ خلاص تمام يا سيدي. خلاص طالما انت رسلت لنا الورقة بعد ده تاني طلعت من ذمتها وبقت في ذمتك انت. يلا بكره لو ربنا احيانا انا ذاته حوثق لك فيديو وتكون معايا البيت من داخل لا الاداره والله بانه ما سمحوا لها محتاج، تمتحن. ما محتاجين. الزول اللي بيعمل عمل خير ما محتاج حتى انه ما دايرين نشوف البيت ولا دايرين نعرفها ولا اي شيء. المهم انه نحن جاتنا الورقة اسي و يا اخي الله يعزك، والله يا سيدة ما عشان قدامك ولا اي حاجه، لكن اشهد الله انا قدر ما تجيني حاجه في الكليه دي هي هو بس بلف اللايفات دي كده. الحمد لله يعني ساعدت كتير كله بفضل ربنا بفضل اللايفات. يعني امه محمد بخيره والله، قدر ما عرض لي حوجه والله مرات بيجي زول واحد بيشيلها. طيب يا اخواننا، ده رقم الحساب هنا حيظهر لكم باسم سامر عمر للناس اللي حابة تساهم في الحوجة بتاعت الطالبة بتاعت الجامعة دي. نحن ممكن ناخد لكم، ما عارفة. عمرو انت هنا معانا في اللايف، حابة اسأل كم زول اذا حنخد الورق اللي هو بعتها نعرضها بس للناس قبل ما نبدأ، ناخدها شاشة خضراء اذا ينفع ولا لا، ولا حتحضرنا؟ وعليكم والله السلام. هو ينفع، لكن بس ممكن يا ريت اسم الطالبة، اسم الطالبة ما يظهر. ما في مشكلة هنغطيه. بعدين يا سيدة، فزي ما قلت لك يعني المهم بستعين باللايفات. يعني ساعدت كم طالبة يا هو عن طريق اللايفات. ربنا يساعدك ويأجرك ويكتب لك في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أي زول بيقف مع الناس آمين يا بيلاقي رب. معه. فالناس ترسل، هي الحوجة 1000 وكم؟ 1200 ولا قلت كم؟ 75 زي ما مكتوبة طبعا. 1275. المساعدة بقدر الاستطاعة بس إن شاء الله. أي مبلغ. سامر عمر. انت كان تكتبي الاسم مع رقم الحساب طيب عشان الناس طيب ما تزعل. طيب طبعا مكاننا في مدني، الكلية ذاته في مدني يا شباب في كلية للناس الدارسة. الجزيرة.
مدني. ايوه، لاي زول داري يتاكد، لاي زول داري يجي مدني، لاي زول داري يشوف الحاله بعينه. المهم الموقع في مدني، الكليه موقعها بالضبط في المركزي. طيب تمام. يلا يا إخواننا، والله فيكم العشم. قبل كده كان عندنا 1000. أيوة يا عمر، الحوجة 1275. ده بالنسبة بخصوص طالبة بتدرس في جامعة الجزيرة عندها رسوم متأخرة. دي حوجة زي ما انتوا شايفين الزول معانا هنا في اللايف حاب يساعد البيت. اتأكدنا ان احنا رسلنا الورق، تأكدنا من صحة المعلومة. بعد ده شنو؟ نحن بنعمل اللي علينا والباقي على الله. والمنصات دي زي ما نحن بنستغل أي رسل لي الإشعار يا للبيه. أي زول رسل يرسل لي الإشعار بس. أي زول رسل يكتب لنا التم. إحنا هنشوف الحساب هيكون معانا هنا. بشيك أنا مع الزول، نشيك نشوف المبلغ التم ولا لا. والمنصات دي يا إخواننا زي ما فيها الفاضي وزي ما فيها الونسة وزي ما فيها الضحك وزي ما بنيجي نطلع هنا نتشاكل يوم ونتونس يوم، عرفتوا؟ هي اسمها منصة. المنصة دي الهدف منها إنه الناس تتلمى في الحلو، تتلمى في تغيير الجو الفارغة، تتلمى في المواقف الزي دي، تتلمى في الحوجات. في النهاية نحنا كلنا كسودانيين عارفين برانا الوضع حاصل اليومين دي ما دايرة لا 2 3، وناس كثيرة شديد وضعها متعسر، وربنا يعين الكل إن شاء الله. واللي عنده بيساعد الما عنده، وحتى الما عنده بيقدر يساعد الما عنده أكتر منه ولو بالحاجة البسيطة. هسه حاليا المبلغ المحتاجين له 1275 لطالبة بتدرس في الجامعة موقفة من الامتحان بسبب رسوم دراسية. عاملين مبادرة عشان نقدر نلم لها المبلغ ده رقم الحساب هنا للناس الحابة تساعد بأي مبلغ بتقدر عليه، نقطة على نقطة بتتلم القروش. يعني ما ضروري انت مثلا المبلغ 1275 انك مثلا تساهم بالمبلغ كامل، بتقدر تساهم بالمبلغ اللي بتقدر عليه، ما ضروري نصه، ما ضروري ربعه، ما بعدين ضروري. يا سيدة أختي، عشان يعني الحساب لو كان معاك في يدك يكون أفضل، عشان توريهم وصلت حساب كده قريب باقي مني كده، وزول وصلت انا كده واثقة فيه باقي جدا كده. جدا، فما تخاف ومتابع معي الزول. اوكي، فالحابي الرسل يرسل لي الإشعار وتجيب تم هنا بس. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إخوانا ممكن تشيروا اللايف، الناس اللي ما يعني ساعدونا بأنكم بس تشيروا اللايف تكونوا ما قصرتوا. وإن شاء الله يا دكتور لو ما تمت كلها تتم جزء هنا من عندي، وفي منصات تانية حقيقي في ناس أصلا متخصصين في الموضوع ده وما شاء الله أنا قاعدة أشوف، يعني يمكن أنا ما بعرفهم كلهم لكن في منصات ممكن أنت لو مشيت قدمتها طوالي يعني الحوجة تتم في نفس اللحظة. في منصات رقم الحساب فوق هنا يا عمر. انت ممكن انت ذاتك تتواصل مثلا. انا عمرو بيعرفون النازل عمرو، ده رقم الحساب فوق هنا يا اخوان. اي زول عايز عمرو، الناس المنصات اللي بيقدموا مساعدات والحاجات زي ده منو غير عمر وطن. I am Sudanese and I see you. هسي ده وقتك يا جنرال. ابو مآب بيعمل مبادرات، ماما كوكي بتعمل مبادرات تاني، ناس توني بيعملوا مبادرات تاني. منو في ناس كمية بتعمل مبادرات. يلا يا سيدة، يلا يا سيدة، أنا ديل كلهم طبعا يعني كلهم بعرفهم. أي زول خيري، أي زول بيعمل مبادرة أنا بعرفه، لكن أنت عارف الله يبحقهم بيكون في والفين في والف. التعليقات لو كررت التعليق عشان يرفعوك بيعملوا لك كت، صح لو كده. رسلت خاص الواحد ما برد لك. تسلم يا عشان كده أنا حاليا بحاول أكبر صفحتي عشان المبادرات دي وعشان أقدر أساعد الناس باللايفات. نعم يا عمر، شنو الوين بكري مبادرة لأخونا الشاب دكتور التحد ده، طالبة معاهم في الجامعة متعسرة في رسوم دراسية بتدرس في جامعة الجزيرة، متعسرة في مبلغ بتاع 1257
صح؟ 1257 75 75 1275 رسل لنا الورق، أكدنا من الحوجة وخدينا رقم الحساب هنا عشان نحاول نجمع أكبر مبلغ نحن بنقدر عليه من اللايف ده. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منصتي تكون سبب إنه المبلغ يتجمع. المبلغ ما يتجمع الناس تكون عملت اللي عليها، في النهاية عمل الخير ده يعني عمل خير ما فيه جبر، فيه الحاجة الناس حابة تقدمها أو بتقدر تقدمها بتقدمها بس. دي القصة. عرفت رقم الحساب لشنو؟ وما بيقدر يتبرع، ما بيقدر يرسل، ممكن بس يشير اللايف، ممكن شيرك يطلع اللايف اكسبلور يجيب زول تاني بيقدر يساعد بيقدر يساهم. عموما يا اخواننا انا الناس يعني كلمة حق، انا ما قاعدة احب ادخل نفسي في المواضيع زي دي لانه الاسكامين كتير شديد بك في الزمن ده بالذات في موضوع السوشيال ميديا، لكن في النهاية زول لما يتوكل ويعمل الحاجة خلاص. والله يا أخي الاحتياج كتير. أنا واحد من الناس زي ما قالوا زبطوني ب800,000، لكن أصله ما زعلان عليها لأنه أنا مطلع لربنا طبعا. بخير يعني لما شاركت ذاته ما في زول قلع مني ولا في زول بالضبط. قال لي ادفع. شفت الحوجة وشاركتها، ان شاء الله شاركت بنية التوفيق بنية النجاح، والحمد لله يعني ربنا وفقني وصلت الجامعة. ربنا يوفقك ان شاء الله. تدرس طب برضه ولا بتدرس صيدلة ولا بتدرس شنو؟ عثمان انت ما قدرت ترسل. اوكي اكتب تم ثواني. طيب انا عملت لك عثمان عملت لك فولو باك. طيب يا اخوانا بالنسبه للناس الجات جديده، بالنسبه للناس اللي ما عارفين هسه حنشيك لان المبلغ وصل كم. بالنسبه للناس اللي ما عارفين احنا حاليا هسه قاعدين نحاول نتم حوجه للطالبه بتدرس في جامعه الجزيره وتعسر في مبلغ مالي 1257 جنيه سوداني. ده رقم الحساب، بنحاول نجمع التبرعات هنا عشان نكمل المبلغ. الناس اللي حولت كتر خيركم وبارك الله فيكم وما قصرتوا في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله اطلع منكم ويجيكم أضعاف مضاعفة، وإن شاء الله ما تتخطف